وازاي؟ هو عامل ايه؟ هم؟ يا ساتر. حظى مشهد اغتصاب سعاد حسني في فيلم الكرنك بشهرة واسعة، وقد تمكن علي بدرخان مخرج الفيلم من اختيار الشخص الذي سيؤدي دور أحد الحراس في المعتقل وسيقوم باغتصاب سعاد حسني، فقد كان وجها غير معروف ويمتاز بضخامة الحجم وحدة الملامح، وكان يسمى في الفيلم فرج. وفي أحداث الفيلم عندما ترفض زينب سعاد حسني الاعتراف، يمزق ملابسها كمال الشناوي ويستدعي فرج ليقوم بمشهد الاغتصاب. كل هذا الرعب الذي شاهدناه على الشاشة كانت له كواليس قوية، فمن هو فرج؟ وما الذي حدث وراء الكواليس؟ عزيزي المتابع للقناة، إذا كنت من محبي متابعة حكايات أهل الفن وأسرارهم، تابع معنا القناة لنستعرض لك كل ما يهمك من حكايات تعرفها لأول مرة. بس ما تنسناش بدعمك للقناة وبآرائك في التعليقات لننشر لك المزيد. يعد فيلم الكرنك والذي عرض في عام 1975 من أهم الأفلام التي تناولت ما كان يتعرض له أصحاب الفكر السياسي والشباب الجامعي داخل السجون خلال فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وانتهى الفيلم ببداية حكم الرئيس الأسبق أنور السادات، وقد تضمن الفيلم مشاهد جريئة بشكل غير معتاد خلال تلك الفترة، بل إن مشهد اغتصاب بطلة الفيلم زينب وهي سعاد حسني ما زال عالقاً في الأذهان حتى اللحظة، حيث حظى مشهد الاغتصاب في الفيلم بشهرة واسعة، وقد تمكن علي بدرخان مخرج الفيلم من اختيار الشخص الذي سيؤدي دور أحد الحراس في المعتقل وسيقوم باغتصاب سعاد حسني، فقد كان وجها غير معروف ويمتاز بضخامة الحجم وحدة الملامح، وكان يسمى في الفيلم فرج. فمع تصاعد أحداث الفيلم تجد زينب سعاد حسني نفسها في غرفة خالد صفوان كمال الشناوي رئيس الجهاز للتحقيق في انتمائها وإسماعيل خطيبها نور الشريف لإحدى المنظمات الشيوعية، وحينما ترفض الاعتراف يمزق ملابسها فتبصق في وجهه فيصفعها بالقلم ويستدعي فرج ليقوم بمشهد الاغتصاب. فرج قدمها الفنان علي المعاون، وهو مولود في 17 مارس 1919 وتوفي في 18 يناير 1988. ورغم قلة أعماله الفنية ورغم أنه لم ينطق بكلمة واحدة في هذا المشهد، إلا أن كل من شاهد الفيلم يتذكره ولا ينساه. وقدم المعاون العديد من الأدوار، ومنها دوره في فيلم الأرض، وهو دور رئيس عمال الزراعية الذي قال لوصيفة بنت محمد أبو سويلم عاوزة إيه يا حلوة، وتحرش بها. وقد تم حصره في الأدوار الشريرة التي تتناسب مع ملامحه القاسية وبنيانه الجسدي القوي والضخم، فقد أدى أدوار الشر ورجل العصابات والمخبر في عدد كبير من الأعمال الفنية طوال الفترة من سنة 1950 وحتى سنة 1988، مثل فيلم شنبو في المصيدة، وإحنا بتوع الأتوبيس، والسفيرة عزيزة، والزوج العازب، ولا وقت للحب، وسر طاقية الإخفاء، وحميدو، وسمارة، والمجانين في نعيم، وملك البترول، ورصيف نمرة 5، وسوق السلاح. أما سعاد حسني فقد أطلق عليها النقاد والجمهور لقب سندريلا الشاشة العربية. إنها الفنانة الكبيرة والجميلة سعاد حسني التي خلفت وراءها مسيرة فنية حافلة بالعطاء والتميز، وأيضا أسرار والغاز وقصص وحكايات كثيرة من حياتها الفنية ما زالت معظمها مخفية عن الجمهور حتى اللحظة، ومحبة الجمهور لها يرغبون السعي لمعرفة كواليس تصوير الأعمال التي قدمتها سندريلا طوال مسيرتها الفنية. ومن خلال هذا الفيديو سنحكي لكم حكاية أصعب مشهد اغتصاب صورته سندريلا طوال تاريخها السينمائي، حتى أن جسدها كان ينتفض أثناء تصويره. ففي عام 1975 صدر فيلم الكرنك من قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، ومن إخراج علي بدرخان، وبطولة سعاد حسني ونور الشريف وكمال الشناوي وفريد شوقي وشويكار، ويعد من أجرأ الأفلام التي أنتجتها السينما المصرية لمناقشته الحياة السياسية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. ففيلم الكرنك أثار ضجة وقت عرضه بعد أن اشترطت الرقابة تغيير النهاية حتى تعرضوا، فاضطر صناعه إلى الموافقة حتى يرى الفيلم النور، واشترطت الرقابة أن ينتهي الفيلم بحسب السياسة الجديدة التي انتهجها الرئيس الراحل أنور السادات.
والسندريلا اعترفت أن الفيلم كانت له نهايتين، واحدة أرادها المخرج علي بدرخان والمنتج ممدوح الليثي، والثانية أصرت الرقابة على وضعها وإلا منعته من العرض، متمنية أن يحذف الجزء الأخير وتظل نهايته كما أخرجها بدرخان. وقدم الفيلم بجرأة شديدة مشهد اغتصاب سعاد حسني طالبة الطب في الفيلم على يد أحد رجال رئيس المخابرات، ما أصاب الجمهور بصدمة من جرأة المشهد ووحشيته. وبالعودة للمشهد، فقد حكى كمال الشناوي والذي شارك في العمل عن كواليسه وقال: المشهد تم تصويره بعد بروفات كتير وتحضير جيد، وطبعا كلنا كان عندنا رهبة وإحساس بالمسؤولية وإدراك إن إعادة مشهد زي ده هيكون صعب على سعاد، وأنا فاكر إننا كلنا بعد المشهد انهارنا، وسعاد انهارت فأخذتها في حضني وكانت منهارة من البكاء وجسمها كله بيتنفض من كتر معايشة حالة القهر، وفاكر إني فضلت حاسس بالغضب والقرف طول اليوم ويمكن في اليوم التاني كمان. وتضمن الفيلم أنه مع تصاعد الأحداث تجد زينب سعاد حسني نفسها في غرفة خالد صفوان كمال الشناوي رئيس الجهاز للتحقيق في انتمائها، وإسماعيل خطيبها نور الشريف لإحدى المنظمات الشيوعية، وحينما ترفض الاعتراف يمزق ملابسها فتبصق في وجهه فيصفعها ويستدعي فرج ليقوم بمشهد الاغتصاب. كل هذا الرعب الذي شاهدناه على الشاشة كانت له كواليس قوية. أما مخرج العمل علي بدرخان فقال أنه عاد المشهد أكثر من مرة وتحملت سعاد العناء والشقاء رغم أن ملامحها كانت تكشف وجعا شديد وقهرا حقيقي، وعاد المشهد حتى بكيت. وقتها قلت: ستوب، أطبع لتدخل سعاد في انهيار كامل، مشيرا أنه لم يخبر سعاد بميعاد تصوير المشهد إلا قبله مباشراً. ولدت سعاد حسني في القاهرة، وينتمي والدها محمد حسني البابا إلى العائلة البابانية التي عاشت في دمشق في فترة الحكم العثماني. وقد هاجر حسني البابا جد سعاد إلى القاهرة عام 1912 مصطحباً أسرته، واشتهر كل من محمد حسني البابا بمهاراته الخطية إذ عمل في القصر الملكي. وكانت سعاد العاشرة من حيث الترتيب من بين 16 أخاً وأختا معظمهم غير أشقاء، وأشهرهم الفنانة نجاة الصغيرة. عاشت سعاد وإخوتها بعد انفصال والديها مع أمها وزوجها الجديد عبد المنعم حافظ، وأنجبت الأم منه 3 بنات و3 أبناء، وهم جيهان وجانجا وجيلي وجهير وجاسر وجلاء. لم تتلقى سعاد حسني التعليم في المدارس، بل اقتصر الأمر على إعطائها دروساً خاصة في المنزل، وتعلمت بعض أساسيات القراءة والكتابة. أما عن وفاة السندريلا، وقبل 20 عاماً خرج عشرات الآلاف من المصريين في جنازة سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني التي توفيت في لندن في ظروف غامضة. وكانت النجمة قد سقطت في 20 يونيو 2001 من شرفة شقتها في الطابق السادس من المبنى الذي كانت تقيم فيه بلندن، ولا يزال الغموض يحيط بملابسات موتها رغم كشف الأمور. وقبل أن تترك الفيديو عزيزي المتابع، أتمنى أن تشارك معنا القناة بدعمك وبتفاعلك وبتواصلك معنا حتى نستمر في تقديم ما تتمنى أن تعرفه من أسرار وحكايات، وحتى نتعرف منك ما نقدمه لك. فكن دايما معنا ولا تبخل علينا بآرائك وأقتراحاتك في التعليقات. نتمنى أن نراكم دايما في تعليقاتكم للرد عليكم بكل ما تمنوه أن ننشره على القناة. نراكم على خير.